محسن الشمري. ونعم. نرحب بالأخ مناحي. يا مرحبا بك. وبقناة المرقاب بمضيف الأخ الشيخ فيصل حروش السالم الجربة، وبإقليم كردستان اللي نعتبره ديرتنا، وهو ديرتنا فعلا، لأن علاقة شمر والأكراد أو الكرد بالأحرى علاقة قديمة، ونقف عند يعني المهم من هذه العلاقة علاقة ما أدري شو نوصف عنها، من صفوق العجيل إلى الفترة هذه. فمرت فترة من الفترات الدولة أمرت العشائر أنهم يدخلون أراضي الكرد، فشمر رفضوا هذا الشيء لحسن العلاقة وحسن الجوار، وبالمقابل هم أخواننا الكرد من احتاجيناهم، وانت تشوف قدامك هاوجيها الطيبة هذه، من احتاجيناهم المراعي لغنيمنا أو ملفل مريضنا أو فكانوا سند وردوا الطيب بأحسن، وحنا نتمنى لهم الخير ونتمنى لهم البركة، وهذا الإقليم اللي ينعم الآن بالأمن والأمان والإعمار والازدهار، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل أهله الخيرين. وحنا ندعو إخواننا بالمملكة يعني أن ينغل لهم الصورة الأخ مناحي، أن هذا الإقليم ينعم بالأمان والخير والإعمار، ويعني وهذا الجو الطيب أنهم يزوروننا ونشوفهم. أنا أضم صوتي لك، لكن أبغى أضيف على المملكة جميع الوطن العربي وجميع الوطن العربي، لأن المفروض الوطن العربي كله كتلة واحدة يعني، الله يجزاك مش المملكة فقط. جزاك الله خير. بلد في أمان، بلد سياحي من الدرجة الأولى. ونشكر سيادة الرئيس مسعود البرزاني لاستضافته لأخونا الشيخ فيصل، ونشكره على هذا الجود والكرم الطيب، وهذا يعني مو قليل على الناس الخيرين اللي مثل سيادة الرئيس مسعود. ونشكرك ونشكر الحضور العفو. على زيارتكم لنا وجمعتكم الناس الخيرين. شكر لأبو عبد الله، ما قصر أبو عبد الله معنا يعني في هذا المساء. تعرف عليك؟ حامد مشهر طلع الشمري. ونعم. من مجمع حمدانية غضب عاج. يا هلا وسهلا بالسعودية لهان. الله يبقيك. مجمع حمدانية غضب عاج. وين موقع هالمجمع؟ غربي بعاج. طيب المجمع والمنطقة تقدر تكلمنا تحدثنا عنها؟ نعم. بحدود سوريا. غرب الموصل. نعم غرب الموصل موجودة معروفة. ما يحوج العبر عنها، لكن في مشاهدين كثر ما نعرف. نعم. احنا نبغاك تعطينا تعريف عن المنطقة. الموصل 150 كيلو عن الموصل. 150 كيلو نعم. عن الموصل. عدد السكان؟ من مجمع حمدانية احنا بكردستان من 2006 كردستان. الحمد لله ما شفنا غير الخير ونعمة وستر وامان بكردستان، وعند شيخ ابو عبد الله الجربة وهالحين وحياك الله. بعدين تحولوا الى مشيخة دينية. والد واجداد السيد الرئيس مسعود البرزاني كانوا مشيخة دينية على طريقة النقشبندية، وعلى هذا الاساس التف حولهم عدد كبير من الاكراد من كافة القبائل الاخرى. وبعدين بدأوا بحركة سياسية ضد العثمانيين، ضد الأتراك، ضد الإنجليز، ضد الإيرانيين، حسب الظروف اللي كان موجودة. والد أخ مسعود البرزاني، ملا مصطفى البرزاني نفسه الله يرحمه، كان عمره هو ولد 1903، كان 3 كان في الثالث من عمره حين سجن مع والدته. والدته سجنت بسبب جدهم، فسجن البرزاني مع ايضا معنا. والد مسعود البرزاني سجن وهو في عمره 3 من قبل العثمانيين. جدهم الاكبر وهو الشيخ عبد السلام البرزاني اعدم من قبل العثمانيين في الموصل.
عائلة البرزانية عرفت بمعاداة للعثمانيين وكذا في إحدى التحالفات صارت بين الأكراد وبين العرب ضد العثمانيين قبل الحرب العالمية الأولى يعني. في هذا التحالف كان على رأس التحالف الكردي هو البرزانيين، كان على رأس التحالف العربي هم الشمر. طبعا تحالفوا، أقسموا، أحلفوا أنهم سيوفون بالعهد، سيبقون معا، سيحاربون العثمانيين. لكن من اشتد الأوار مثل ما يقولون أوار المعارك وكذا، قسم من الأكراد تخلوا، قسم من العرب أيضا تخلوا، ما بقى في الميدان بشكل رئيسي غير البرزاني والشمر. هذه المأثرة المهمة بقت كعلاقة صداقة، ومو صداقة وإنما عهد دم بين البرزانيين والشمر. في بداية 1920 تأسست في العراق متصرفيات. متصرفيات هم حكام الولايات مثل المحافظين الآن، محافظات شكل متصرفيات. البرزاني نفسه في فترة قبل الثلاثينات، بين العشرينات والثلاثينات من القرن، كان في ضيافة المتصرف بحجة التفاوض. كان البرزاني دائما في مقاومة، كان يقاوم الإنجليز، يقاوم كان في العراق مع الإنجليز، وكان يقاوم الروس أيضا. فهالفترة هذا دعي البرزاني إلى الموصل باسم التفاوض مع المتصرف على القضية. لماذا هذا الصراع؟ لماذا هذا النزاع؟ لماذا هذه المطالبات؟ فهنا قام المتصرف بتسميم البرزاني. هذه حادثة معروفة، تسميم بالغذاء عن طريق الأغذية يعني. تسمم، ومن تسمم من شاف الأطباء شافوا أنه تسميمه خطر، وماكو له علاج بالعراق في تلك الفترة يعني. في تلك الفترة شو اسمه، كان في تلك الفترة العراق تحت انتداب الإنجليزي، والسوريا تحت انتداب الفرنسي. قالوا أكو هناك فقط طبيب فرنسي في دمشق مع الجيش الفرنسي هو اللي يقدر يعالج هذا المرض، هذا التسمم. فالبرزاني طبعا هو معزول، هو وعشيرته كان محارب أيضا، وكان المتصرف يريد قتله، ما كان له أي مجال. فاتصل بالشيخ شمر، ما أتذكر اسمه، أتذكر هو اسم والد الشيخ حميد، الآن هو في سوريا، أتصور هو والده، يصير والده. اي اتصور يعني اذا لم اكن مخطئا في الاسم يعني. المهم الشيخ الشمر في الموصل في تلك الفتره بشكل سري يساعد البرزاني على الانتقال الى سوريا، ومن هناك ينقلوه طبعا الى منطقه جزيره. والشيخ حميد وعشيرته الى الان في منطقه جزيره، ساكنين في منطقه جزيره في سوريا، وهناك ينقلوه الى دمشق، ويبقى عده اشهر الى ان يتعالج، ويرجع ايضا عن طريق الشيخ شمر يرجع إلى كردستان. أول شيء نشكر الأخ مناحي، العفو على جيته، العفو طلبك وتشريفه لنا. واثنين نشكر أهلنا وبلدنا الحقيقي اللي حنا صار لنا شهرين في ضيافة الرئيس مسعود البرزاني، اللي هي من ألذ الضيافات وألذ الأيام اللي عشته. من أنت يكون أهلك في هالصورة هذه تفتخر، اللي يحملون الصدق ويحملون القوة ويحملون الاحترام ويحملون الخلق، وانت شفت يا أبو ناصر بالضبط. نشكر الرئيس مسعود البرزاني، ونشكر المكتب، إلى حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان. وثانيا نطلب الله يوفق المملكة ويحفظ خادم الحرمين، ويحفظ الأمير سلمان والأمير أحمد وزير الداخلية والأمراء جميعا وشعب المملكة، الذي ما لقينا منهم إلا الاحترام والتقدير والتواضع. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. إن دائما أنا من أتكلم وأتذكر المفاخر والعز وأتكلم عن المملكة،
أنا أتكلم عن سيدي خادم الحرمين الشريفين اللي أنا يمكن صليت معه عدة مرات. من الأشياء اللي شفته له هو الواجب عليه يكون في بداية، بس أنا أريد أخلي المسك ختامها مسك. يظل رافع دينه إلى الله ويدعي الله دعاء العبد اللي محتاج ربه حقيقة، وهذا يدل على العبادة الخالصة لوجهه إن شاء الله. وبعد ذلك نمر عليه نسلم على شخص بسيط متواضع وهو خادم الحرمين الشريفين. ودائما الأمير سلمان حفظه الله ونهنيه في استلامه إلى الحكم، ونطلب الله يوفقه وإن شاء الله يهديه إلى ما يحب ويرضاه. يا معالي الوزير، أنا أحب يعني أنوه لك عن شيء عن الأمير سلمان. أنا رحت للمملكة بعد 2004، وهذه القصة أنا قايلة أكثر من مرة بالإعلام. الأمير سلمان كان أمير الرياض ذاك الوقت، كل يوم بعد صلاة الظهر يجلس يستقبل المواطنين من عرب ومن أتراك ومن هنود ومن سعوديين ومن عراقيين، مفتوح بابه ويسمعهم واحد واحد إلا يخلصون. يوميا بابه مفتوح، وكل أحد عنده عشاء يجمع شيوخ القبائل والعشائر ويتحادث معاهم ويتكلم معاهم على كثر مشاقله. ومرة من المرات تكلمت في أحد القنوات وهو في أمريكا، وكلمته قلت له طويل العمر أنا تكلمت بما هو حقيقة عنكم ليس مجاملة، وهو في أمريكا يبعث لي كتاب شكر قبل ما يوصل خلال يومين على كثر مشاقله على كثر الأمور. ونطلب الله أن يوفقهم حكومة الإقليم. اللهم جزاك الله خير يا أبو ناصر. الله. ألف شكر يا أبو عبد الله، ألف شكر. وسلام للجميع جميعا. ألف شكر ألف شكر ألف شكر على شعب المملكة وعلى الأخوان. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية هذه الرحلة، رحلة المرقاب إلى أرض العراق، إلى كردستان العراق والإقليم الكردي. في نهاية هذا اللقاء لن أنسى أن أقدم الشكر الجزيل والامتنان لرئيس إقليم كردستان الرئيس مسعود البرزاني، وهذه الضيافة والحفاوة التي لا تستغرب عليه، وكذلك إلى الشيخ والداعي لنا الشيخ فيصل بن حروش الجربة، ولن أنسى الشيخ عبد الرزاق كذلك بن حروش الجربة، ولن أنسى الوجيه الطيبة كلها معي، كل واحد باسمه أقدم له الشكر. أيضا أعود بالشكر وأختمها لأبو مشاري الشيخ مسعد بن سمار على هذا العطاء المتدفق لأبناء الوطن العربي، وحرصه على أن تصل المرقاب إلى أرض العراق العريق. في حلقات قادمة استودعكم الله مناحي الحصان، في أمان الله. نشكر السيد معالي وزير الخارجية عيشار زيباري على اختياره لبعض السفراء المرموقين الكرماء مثل الأستاذ غانم الجميلي سفير العراق في المملكة، الذي هو دائما يسهل طلبات العراقيين واحتياجاتهم. ونشكر على تسهيل المهمة للإعلامي مناحي أحصان وزيارته إلى العراق وإقليم كردستان، ونطلب من الله أن يوفقهم ويحفظهم جميعا. بارك الله بكم. فيصل حروش الجربة. مشكية